عايزين تنتقموا من مصر؟ طب جربوا يا شوية خونة. انتوا فاكرين نفسكم يعني ابطال عشان وقفتوا قدام سفارات مصرية في اوروبا؟ لا يا اغبياء، انتوا مجرد كومبارس رخيص في مسرحية كاتبها نتنياهو بايديه. يعني مصر قالت ست لقات كسرت له رقبته، لا للتهجير ولا لمدينة الخيام ولا لبيع القضية، والباقي كله انتوا عارفينه يعني. وكل لا كانت صفعة على وش اللي بيدفع لكم ثمن الخيانة بالدولار وباليورو، يعني لو مش فاهمين. بس اللي مش فاهمه بقى الاخوان ان كل صرخة ضد مصر بتخلي ظهرنا اقوى. الجبهة الداخلية المصرية النهاردة اشد صلابة من الحديد، واللي بيحاول يكسرها بيتكسر قبل ما يوصل لها. التاريخ مش هيتزيف تاني، ومش هتقدروا تشوهوا البطل اللي وقف بجيشه وشعبه يحمي ارضه وعرضه، ومش هتقدروا تلمعوا الخونة اللي بياخدوا اوامرهم في تل ابيب. صدقني يا صديقي، التمن جاي تقيل، والخيانة عمرها ما كانت ببلاش، واللي اختار يكون خدام عند الصهاينة مصيره معروف. الجزاء جنس العمل. ما تنساش تشير الفيديو وتعمل فولو لو انت مش عامل. وتحيا مصر بينا كلنا.